السلام عليكم اعزائي المشاهدين، نتمنىكم اليوم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم البصاره بجلبانه. المكونات اللي غناخذ انا خديت هنا كيلو ديال الجلبانه. نتوما تقدروا تاخذوا قل على حساب عدد الافراد اللي عندكم، وتقدروا تخلطوا جلبانه مع الفول يابس على حساب اللي موجود. انا بالنسبه لي اليوم واجد عندي غير جلبانه غادي نخدم بها البصاره. غنحتاج كيلو ديال جلبانه، زيت الزيتون، الثومه ضروري من الثومه، وشويه ديال الابزار، شويه الكمون، وشويه ديال الملحه والماء الكافي. اول حاجه غادي نغسل الجلبانه ديالي مزيان بالماء، عاد ديك الساعات غنعملها باش طيب. من بعد ما غسلتها كنزيد عليها الماء حتى تتغطى كامله، وغنضيف الثومه وغنضيف الملحه والكمون والابزار وشويه ديال الزيتون. ضفت الملح، معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره، معلقه ديال الكمون صغيره، وشويه ديال معلقه مع عمراش ديال الابزار. وغنعمل الثومه صينه، يعني غير نزولها غير القشره ديالها وغنعملها صينه. بالنسبه للثومه انا قشرتها وغسلتها وغادي نضيفها بهذه الطريقه كامله، يعني لان في الاخر كنطحنوا كل شيء. غنحرك شويه وغنوضع شويه ديال زيت الزيتون ونسد عليها الكوكوط ونخليها طيب. وضعت غير واحد شويه ديال الزيت صافي، وغنحرك كل شيء وغادي نسد عليه الكوكوط حتى نحسوا بجلبانه طابت لينا. المده ديال طهي هذا الطبق ديال البصاره نصف ساعه. كنزيدوا عليه الكوكوط كنخليوها نصف ساعه، ومن بعد كنخليوها تبرد غير واحد شويه، يعني مجرد كتدفى كنطحنوها في مولينكس مزيان. كنعاودو نشعلو على العافيه باش نقدموها سخونه. كنقدروا نقدموها اما مع السودانيه او نقدروا نقدموها غير مع الكمون والزيت الزيتون، لكم الاختيار. نتمنى طبق اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي، فضلا منكم وليس امرا. وما تبخلوش عليا كذلك بالتعليق المزيون اللي كتشجعني كتر كتر وكتر. شكرا لكم جميعا.